دفاعاتك الجوية أمريكية، فما بالك إذا كنت تحتضن قاعدة أمريكية. عندما قصفت طهران وبيروت ودمشق وصنعاء صمتم ظنا أن عواصمكم مصانع من العبث مكافأة لكم على الانبطاح أو العمالة أو كلاهما، لكنكم والذي نفسي بيده واهمون. لقد حذرناكم منذ اللحظة الأولى،فترامب يكذب وإسرائيل تغدر، وها هي كالعادة تطعن في الظهر. بعد ساعات فقط من أكذوبة الهدنة الترامبية، جيش الاحتلال بيقصف مقر اجتماع قيادة حكومة غزة في قطر، حيث كانوا يناقشون مقترح ترامب الأخير. قصفت إسرائيل قطر ب 12 صاروخ في ظل صمت الدفاعات الجوية الأمريكية، بل وخرس قاعدة العديد بأكملها. أين الصفقة العظيمة؟ أين وعود ترامب الكاذبة؟ قبل ذلك بسويعات كانت إسرائيل عن طريق طائرة مسيرة قد أصابت أكبر سفينة في أسطول الصمود في تونس، في حين كانت الحكومة التونسية تكذب وتنكر ما رآه العالم رؤيا العين. إنها ليست مجرد خدعة، إنها حرب إبادة بموافقة دولية وتواطؤ عربي كامل. ترامب لم يأتي لإنقاذ أحد، بل جاء لإنقاذ نتنياهو وإسرائيل من فشلهم الذريع في غزة. القواعد الأمريكية سكاكين مسلطة على رقاب الأمم، من قطر إلى العراق، من الكويت إلى البحرين. تلك ليست قواعد للحماية، بل للابتزاز والهيمنة والتمهيد لضربات همجية ضد أي دولة ترفع صوتها ضد الاحتلال. كانوا يتندرون لماذا لا تحدث انقلابات في أمريكا؟ قال لك لأن ليس فيها سفارة أمريكية، فما بالك إذا كان فيها قاعدة أمريكية؟ يا أمة الضعف والتنازلات، الدور قادم على الجميع. ما سقط اليوم في غزة قد يسقط غدا في بيروت والرياض والدار البيضاء والقاهرة، كما حدث في الدوحة. ترامب ليس سياسيا، إنه أكبر مخادع في التاريخ. إسرائيل ليست دولة، إنها آلة قتل مدعومة بأكاذيب الغرب. كفى صمتا، كفى خنوعا، كفى تواطؤا. إنها معركة المصير، فإما النصر وإما الانهيار، وإنه لجهاد، وإنه لجهاد، إما نصر أو استشهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.